تخيل كده معايا تصحى الصبح تلاقي موبايلك مشحون 100%، الباقة لسه ما خلصتش، الجيران من الفجر مفيش بينهم خناقات، ظهرك مش واجعك، مفيش اي مصيبة مستنياك لا في البيت ولا في الشغل، يوم هادي عادي مفيهوش اي اكشن. عارف الاحساس ده؟ اهو اليوم الممل اللي انت ساعات بتندب حظك بسببه وتتقدر، وفي نفس اللحظة دي ملايين حول العالم مستعدين يدفعوا تحويشة عمرهم عشان يعيشوا لحظة واحدة بس منه. والله تعال اقول لك، النكد بيوحشنا لما احنا بنعيش في سلام. صدقوني عايشين في زمن غريب عجيب، زمن لو يومك عدى فيه مسطور من غير خناقه مع سواق، مع حوار مستفز مع مدير، وجع ضرس مفاجئ، تلاقي نفسك قلقان، خير اللهم اجعله خير، ايه اللي بيحصل؟ مفيش مصايب النهارده ليه؟ الاجواء مالها هاديه بزياده ليه؟ بقينا بنبص لليوم العادي الهادي ده ان مفيش جديد فيه، ده ان يوم كئيب. اتعودنا على النعمه لحد ما بالنسبه لنا حاجه عاديه، بقت مش عجبانه اصلا، وبقينا ندور على الاثاره واليوم الاكشن، مع ان الاثاره دي ممكن تيجي في هيئه فواتير، زيارات دكاتره. واحد عايش في روتين، يصحى من النوم ياكل فول، يروح الشغل، يرجع من الشغل العيال نايمين، مفيش اي جديد في حياته. طب يا ابن الحلال احمد ربنا ان انت عايش في سلام. عارف الجديد ممكن يكون ايه؟ ماسورة ميه تضرب عندك في الحمام تغرق لك الشقه كلها، خناقه على ركنه العربيه، كرشه نفس تدوخك على مستشفيات الطوارئ كلها. انت دنيتك ماشيه في السليم خلاص، احمد ربنا ان انت عيالك صحتهم كويسين والدنيا تمام. احكي لكم قصه صغيره كده لواحد اسمه عم صلاح. عم صلاح ده موظف طيب جدا، بس كان دايما يصحى الصبح مكشر ويقول لمراته اوف على ده يوم، نفس الروتين، نفس الفطار، نفس الغدا، مفيش حاجه تبسط، مفيش حاجه تكسر الملل، دنيتي كلها شبه بعضها. فقرر عم صلاح يدعي دعوه غريبه لربنا وهو نازل كده الصبح، قال له يا رب انا نفسي تكسر لي الروتين ده، وربنا استجاب لدعوته. هو نازل رجليه اتلوت تحت منه على السلم. ادي اول اكشن. راح المستشفى 4 ساعات في الطوارئ لحد لما تتجبس واشاعات وبتاع. تاني اكشن، وهو راجع في التاكسي خبط عربيه تانية، اليوم كله ضاع في الخناق. راجع بالليل مهدود، اكتشف ان المحفظه بتاعته اتسرقت اللي فيها المرتب كله. قعد عم صلاح بالليل رجليه مكسوره، محفظته ضايعه، وضغطه عالي، وباصص للسقف وقال يا رب انا اسف يا رب، رجع لي الروتين ده تاني يا رب انا حبيت اليوم العادي يا رب انا رجع ندمان انه دعا دعوه شبه دي. احنا ما بنحسش بقيمه اليوم العادي الا لما نخش في وجع وقلق ومصايب. النعمه مش بس فلوس ولا سفريه، النعمه بجد ان انت تصحى تلاقي اهل بيتك بخير، مفيش فيهم حاجه وحشه، انك تلاقي لقمه تاكلها، انك تلاقي نفسك مستور بين 4 حيطان، ما بتعيطش بالليل من الالم. لما تلاقي يومك عادي وهادي، ابتسم وبوس ايديك ووش وظهر وقول الحمد لله على نعمه اليوم العادي، الحمد لله على نعمه الستر والروتين.